أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موقف ممكن يكون بيوتر ناس كتير وهنخليه سهل قوي. إزاي نطلب الحساب في كافيه في ألمانيا؟ طيب، خلينا نتخيل الموقف. إحنا قاعدين في كافيه في ألمانيا، خلصنا القهوة والوقت جه إننا نمشي. أول وأهم حاجة طبعا هي إننا نلفت انتباه الجرسون عشان نطلب الحساب. Zahlen bitte. هي جملة صحيحة 100% ومباشرة جدا. معناها الحرفي الدفع من فضلك. لو جينا نترجمها دي للعربي الفصيح هتبقى الفاتورة من فضلك. تمام، لفتنا انتباه الجرسون وجه. الخطوة اللي بعدها إيه؟ محتاجين نعرف تمن الحاجات اللي طلبناها كام. يلا نشوف دي بتتقال إزاي. Was macht das؟ ترجمتها الحرفية ممكن تكون غريبة شوية، حاجة زي ماذا يفعل هذا، لكن المقصود بيها طبعا ده عامل كان. لو بصينا على المقارنة هنلاقي إن الترجمة بالعربية الفصحى هي كم سعره، وبرضه جملة سليمة بس لسه حاسين إنها مش بتاعتنا قوي. إحنا بقى في مصر بنقولها إزاي؟ يا إما الحساب كام أو بمنتهى البساطة كام كده. الجملتين دول هم أقرب حاجة للإحساس بتاع الجملة الألمانية في الموقف ده. طيب، سألنا ودلوقتي هنسمع الرد من الجرسون. غالبا هيقول جملة زي Das macht 5 Euro، يعني الحساب 5 يورو. خلاص عرفنا الحساب. فاضل بقى الخطوة اللي بعدها وهي طريقة الدفع. هندفع كاش ولا فيزا؟ والسؤال ده مهم جدا جدا في ألمانيا، وهنعرف ليه كمان شوية. لو عايزين ندفع بالكارت، السؤال الرسمي بالألماني هو kann ich mit Karte zahlen، ومعناه هل أستطيع الدفع بالبطاقة؟ وهنا بقى نيجي لنقطة مهمة جدا ومنتشرة قوي هناك. ممكن جدا بعد ما نسأل عن الفيزا نسمع الرد ده Es geht nur bar، ودي معناها إن المكان ده ما بيقبلش غير كاش. ترجمتها بالفصحى الدفع نقدا فقط، بس المقابل ليها بالعامية المصرية كالعادة كلمتين ورد غطاهم. ودي معلومة ثقافية مهمة قوي. على عكس أماكن كتير في العالم، في ألمانيا الكاش لسه هو الملك، بالذات في المحلات الصغيرة والكافيهات والمطاعم. فلازم دي نحط تحتها خط، نكون مستعدين ومعانا كاش.